بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة بقى نبتدي نشتغل عملي شوية ونعمل قيود بقى اللي بتتم في الشركة، الحاجات الرسمية يعني اللي بتتم بقى والانترز وهي سليمة يعني. فهنقول كده بسم الله، نبدأ بسم الله نستعين. نمسح كل الانترز دي، هنسيب بس الانتري بتاع راس المال اللي معمول وهنمسح كل القيود دي. تمام. طيب احنا اول حاجه زي ما قلنا احنا خلاص معانا مليون جنيه وحطيناهم في البنك وفتحنا، عايزين نشوف بقى مكان ايه نأجره والكلام ده كله. طيب احنا دلوقتي هنأجر. انت عشان تروح تأجر اي شركه او اي مكتب يبقى شركه يعني، بنعمل حاجه ان انت ما بتدفعش شهر بشهر. انت مش هتأجر شقه يعني تسكن فيها، لا انت بتأجر مكتب. فالاتفاقات في الغالب بنسبه 99% بتبقى ان انت بتدفع 3 شهور، وليكن الإيجار هيبقى 50,000، فأنت هتدفع 3 شهور مقدم، وبتدفع كل ربع سنة أو كل كوارتر ال3 شهور دول. طيب احنا كنا عاملين الانتر اللي فات ديبت الرنت ب50,000 السنة كده هطلع 3 شهور، فأقول 150,000. كريدت البنك، فلوس خرجت من البنك ب150,000. صح كده؟ لا هو مش صح كده، هنا في حاجة غلط. الفلوس دي تخص 3 شهور، فأنا المفروض بقفل كل شهر، يعني كل شهر بطلع تقارير بتاعتي، فأنا الأرقام كده مش مظبوطة. الرنت عندي هنا 3 شهور مش شهر واحد. فهنا بقى في حاجة اسمها ايه؟ البريبيد اكسبنس، اللي هو الحساب ده حساب أصول. احنا بقى بنيجي نعمل قيد زي ده، قيد مثلا بندفع حاجة مقدم 3 شهور، ما بنعملش كده طبعا، يعني سيب الاماونتات، ما بنعملش كده. بدل ما بنرمي الفلوس على الرنت، لا احنا بنرمي الرقم الاول على البريبيد. ايه اللي حصل؟ احنا دفعنا 150,000 جنيه مقدم 3 شهور مقدم للايجار، يبقى البريبيد اكسبنس، الفلوس خرجت من البنك فعلا، يبقى ال 150,000 جنيه على البنك. تمام. طيب كده احنا لسه ما سجلناش حاجه على المصروف، عايزين بقى نسجل ايراد او ايجار شهر يناير. بنعمل بقى الانتري بتاع الكونسومشن او الاستهلاك من البريبيد اكسبنس ده. بنيجي بقى نقول له ديبت الرنت، حساب المصروف اللي هو الايجار، باللي يخص الشهر اللي احنا فيه 50,000، 1 2 3 50,000. كريدت البريبيد اكسبنس ب50,000. كده لما انا اجي اقفل اخر الشهر هشوف ايه؟ هشوف ان انا عندي مصروف 50,000 اتصرفوا بتاع الإيجار الشهر ده فعلي، وعندي هنا في الحساب في 100,000 جنيه باقية، اللي هو لسه عند معايا أنا 100,000 جنيه هستهلكهم الشهرين اللي جايين. ده كده أول حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. البريبيد اكسبنس، المصروفات المقدمة. وده التريتمنت أو الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها معاه. ويا رب يبقى الفيديو عجبكم. برضو أنا مش هحاول أطول مدة الفيديوهات إن أنا أدخل كذا قيد مع بعض وكذا حاجة علشان ما تتلخبطوش ويبقى الموضوع سهل بالنسبة لكم. اشوفكم الفيديو الجاي وان شاء الله الفيديوهات تبقى بتعجبكم. السلام عليكم.